السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بوصفة سهلة وجميلة هتحبوها جدا. هنعمل مع بعض الشريك او المنجقونة البورسعيدي. طري ولذيذ، ينفع كده للفطار وكمان للعشاء. عجينته ناعمة وسكرها مظبوط جدا، ومش بس كده، المفاجأة بقى ان احنا هنعمله بالزيت من غير زبدة ومن غير سمنة، وهنحتاج لبيضة واحدة بس. ومع نص كيلو من الدقيق هتعملي منه كمية كبيرة قوي. وعايزة اقولك ان المكونات كلها موجودة في مطبخك دلوقتي، يعني مفيش اسهل من كده. تابعيني خطوة بخطوة وهتشوفي قد ايه طريقته سهلة وبسيطة، وكمان طريقة تشكيله اسهل مما تتخيلي. فلو انت حتى جديدة في المطبخ اوعدك هيطلع معاكي زي المحترفين. امانة عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة ولكل موتانا. ويلا بينا نبدأ، وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان تحطوا لايك للفيديو. دلوقتي هنبدأ في تحضير المكونات السائلة، وأول حاجة هتحتاجي بيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني خرجيها من التلاجة قبلها بشوية. زودي عليها كمان رشة ملح صغيرة حوالي ربع معلقة علشان كمان تظبط معاكي طعم السكر. زودي كمان معلقة كبيرة مليانة من الخل، والخل هنا يعتبر محسن، بيساعد الشريك انه يكون هش وخفيف، وفي نفس الوقت بيخلي لونه من جوه ابيض وفاتح وجميل. طيب بالنسبة بقى للخميرة، لو الجو برد معاكي حطي الكيس كامل، لكن لو الجو حر او صيف فحطي معلقة كبيرة بس تكون مليانة. معايا كمان كوباية لبن رايب أو حليب رايب. بصراحة اللبن الرايب بيدي نتيجة حلوة جدا للمعجنات، بيخليها طرية وجميلة جدا. أكيد لو عندك حليب عادي أو أو كوباية مية مفيش مشكلة استخدميها، وزودي عليها معلقتين من اللبن البودر، بس أنا كان عندي حليب وراب مني فاستخدمته النهاردة. زودي عليهم كمان نص كوباية من السكر الحبيبات، سكر عادي حبيبات مش شرط يكون ناعم، وكمان نص كوباية من الزيت، أي نوع بقى زيت أو سكر موجود عندك مش هيفرق. انا عايزه اقولك ان انا النهارده استخدمت سكر تموين وكانت النتيجه روعه. قبل كده عملتها بزيت التموين وكانت النتيجه برضو حلوه قوي. هنقلب بقى المكونات مع بعض لحد السكر بقى ما يدوب تماما في قلب البيض بالشكل ده. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى ما تنسيش الكومنت القمر اللي هنصلي بيه على الرسول علشان كلنا ناخد الثواب مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دوبت بقى السكر مع البيض بالشكل ده لحد القوام ما بقى معايا زي ما انتم شايفين كده، ما فيهوش اي تكتلات، والسكر بقى ناعم خالص. نيجي بقى للدقيق. انا هستخدم النهارده يعني نص كيلو بس من الدقيق، حوالي 4 كوبايات من كوبايه الشاي العاديه اللي هي 250 ملي. استخدمي طبعا اي نوع دقيق يكون متعدد الاستخدامات. انا استخدمت النهارده دقيق سايب اسمه بشاير، طبعا اشتغلت معاكم بيه قبل كده وما شاء الله نتيجته حلوه جدا. لو هتعايري بقى بالكوبايه حاولي ما تضغطيش الدقيق، عشان كمان يعني ما تحطيش كميه زياده ويطلع معاكي عجينه مكتومه. ضروري طبعا تنخلي الدقيق وتعديه كده على مصفى سلك، علشان كمان الهواء اللي بيخش ما بين الدقيق ده هيخلي معاكي الشريك خفيف وهش زي القطن. طيب بعد بقى ما تنخلي الدقيق زودي عليه كده معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، وطبعا مش هننسى الفانيليا علشان ريحته كمان تطلع جميلة. دلوقتي بقى قلبي كل المكونات مع بعض وابدأي كده عجنيهم كويس جدا، واستمري طبعا في العجن لمدة حوالي 12 دقيقة علشان تطلع معاكي عجينة طرية، وفي نفس الوقت كده يعني كترة العجن هتخليها جميلة ومورقة اكتر. عايزه اقولك ان احنا عملناه بالزيت بس، ما استخدمناش بقى لا زبده ولا سمنه. طبعا انت لو حابه تستخدمي زبده او سمنه زي ما تحبي، بس انا حبيت ان هو يكون اقتصادي وفي نفس الوقت يعني مش هتحسي باختلاف خالص لو حطيتي طعم يعني الزبده فيه او السمنه. الزيت كمان كان مخليه خفيف وهش وجميل جدا. افضلي بقى اعجني، ولو حسيتي كده ان العجينه بتلزق في ايدك زودي عليها معلقتين دقيق، ولو حسيتي ان هي ناشفه شويه زودي عليها معلقتين من الحليب او الميه. عايزه اقولك هي طريقه عجنه سهله خالص ومش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود. واكيد لو حابه تضاعفي المقادير والمكونات يعني هتزودي الكميه بنفس المكونات ولكن هتضاعفيها. هي ما شاء الله طلعت معايا مظبوطه، ما زودتش عليها اي حاجه. زي ما قلت لك كل نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني، فخلي بالك طبعا من الكميه. المهم كده تفضلي تعجني لحد ما تلاقيها ناعمه وطريه خالص بالشكل ده، وفيها سنه تلزيقه كده بسيطه علشان كمان لما تكون ملزقه معاكي كده هتفضل طريه ومش مكتومه. اتنيها بقى بشوية زيت وغطيها كده وسيبيها تخمر يعني حوالي ساعة. انا علشان طبعا يعني استعجل تخميرها سخنت الفرن كده لمدة 5 دقايق وطفيته، وبعدين حطيت العجينة تخمر جواه. الحقيقة انها خمرت بسرعة جدا حوالي 15 دقيقة،
وكانت النتيجة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. مرتفعة وما شاء الله قوامها حلو قوي. هنبدأ بقى نشكلها على طول. طبعا يعني الوزن المناسب للشريك زي اللي بتشوفيه في الأفران، الواحدة بتبقى حوالي 70 جرام، لكن أنا حبيت النهاردة أعملها تكون ميني كده وشكلها يكون صغير، عشان طبعا لو في أطفال ياكلوا منها تبقى خفيفة كده وما تكونش تقيلة عليهم. هكورها تقريبا يعني قد الليمونة الكبيرة، حوالي كده 30 جرام. الحجم ده كمان ما شاء الله حلو جدا جدا، وكمان هيطلع معايا كمية كبيرة ومعقولة. اكيد طبعا لو حابة حجمها يكون اكبر او اصغر زي ما تحبي، بس يا ريت لو تخلي كده كل الكور قد بعضها، علشان لما تدخل الفرن تاخد تسوية واحدة، علشان ما تبقاش واحدة كبيرة فتستوي اقل وواحدة صغيرة تسويتها تكون زيادة. لو الاحجام مش متساوية التسوية كلها ممكن تبوظ منك، فخلي بالك من النقطة دي. طبعا بعد ما تكملي بقى تكوير الكمية كلها، غطيها كويس كده بكيس او بفوطة نظيفة عشان كمان وشها ما ينشفش منك. لازم طبعا تسيبيها ترتاح حوالي كده 5 دقايق. عايزه اقولك انك لما هتسيبيها ترتاح الوقت ده كمان هيساعدها انها تتفرد معاكي بسهوله جدا. دلوقتي بقى هبدا باول كوره عملتها، وهبدا كده افردها بايدي الاتنين واعملها زي الحبل الطويل بالشكل ده، طبعا علشان تطلع كمان متساويه وبعدين بقى يعني بلفها رول زي ما انتم شايفين كده. بصوا طريقتها سهله ازاي. بعد كده بقى هقفل الطرف وبلزقه كده في يعني في القاعده بتاعتها من تحت. حاولي طبعا تخلي الرول بتاعك متساوي، يعني ما يبقاش طرف اكبر من الطرف التاني، وضروري تقفليه كويس من تحت علشان ما تفتحش منك لا في التخمير ولا جوه الفرن. وعايزه اقولك ان كل ما هتسيبي العجينه ترتاح اكتر كل ما هتتفرد معاكي اسهل بكتير. هعمل معاكي كام واحده كمان. اظن الطريقه واضحه وسهله وبسيطه جدا، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها شيك وفي منتهى الجمال. ممكن كمان تلفيها بطريقه تانية سهله، هتفرديها برضو كده على شكل حبل يكون طويل، وبعدين بقى تثبتي كده اول طرف بالشكل ده، وتاخدي بقى بقية الحبل وهي ثابتة تلفيه عليها بشكل حلزوني. بصوا قد ايه طريقتها سهلة وبسيطة، والطريقة دي كمان هتديكي شكل مظبوط اكتر من الشكل الاولاني. شايفين ما شاء الله شكلها شيك وجميل جدا. وما تقلقيش وانت بتفرديها هي مش هتتقطع معاكي ولا حاجة، اهم حاجة زي ما قلتلك تسيبيها ترتاح وقت كافي. هتلاحظي بقى يعني وانت بتشكلي الكمية كلها ان اول واحدة واللي بعدها يعني اللي عملتيهم في الاول حجمهم زاد وبقوا منفوخين. في الوقت ده طبعا تدهني بقى الصينية بتاعتك بشوية كده زيت او حتة سمنة، حاجة بسيطة خالص علشان كمان الشريك ما يلزقش فيها بعد التسوية وتقدري تطلعيه بسهولة. خلي بالك وانتي برضو بترصيه لازم كده تسيبي مسافة كويسة بين كل واحدة والتانية، علشان كمان لسه هيخمر وقت تاني في الفرن وحجمه هيتضاعف. سيبيهم كمان في الصينية كده حوالي 5 دقايق يرتاحوا طبعا قبل ما تدخليهم الفرن، وده هيساعدهم برضو ان هم يطلعوا خفاف وقطنيين جدا. رصيت الكمية كلها بنفس الطريقة وسبت مسافة كده كويسة. وعلشان بقى ياخد اللون الذهبي اللي شفتيه في اول الفيديو، هاتي كده بيضة وضيفي عليها رشة فانيليا، ودهني بقى بيها الشريك من كل ناحية علشان كمان ياخد لون ذهبي موحد وجميل. طيب لو مش حابة تدهني بالبيض مفيش مشكلة، ممكن تخلطي معلقتين من العسل الأسود مع شوية مية، يعني تخففيهم كده بمعلقتين مية وتدهني بيهم برضو هيدوكي لون جميل جدا. ممكن كمان معلقتين حليب مع رشة نسكافيه أو قهوة برضو هيدوكي لون جميل. هتم بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، وفي الوقت ده بقى كنت مش يعني بدأت بقى أسخن الفرن بتاعي قبلها بوقت كافي. ودي طبعا نقطة مهمة جدا، علشان الفرن البارد هيبوظ التسوية ويخلي العجينة تنشف معاكي بدل ما تنفش وتبقى خفيفة. فضروري كده أول ما تبدأي بقى تدهني البيض بتاعك تروحي كده تسخني الفرن بتاعك على طول. هتدخلي بقى الصاج أو الصينية على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، وهتشغلي النار من تحت بس في الأول. طبعا هخلص الكمية كلها، والمقدار ده أخد معايا صينيتين من نفس الحجم اللي انتوا شايفينه، يعني ما شاء الله نص كيلو من الدقيق عمل معايا كمية حلوة جدا. سبتها ترتاح كده حوالي ربع ساعة ودخلتها على فرن زي ما قلت لكم سخن يعني سابق التسخين، وشغلت من تحت بس. اول 10 دقايق عدوا، بعد كده على طول ولعت الشواية في اخر 5 دقايق، يعني تقريبا اخدت معايا حوالي 15 دقيقة. اخدت من فوق لون ذهبي جميل جدا، بس خلي بالك بقى يعني في الوقت اللي بتشغلي الشواية تكون كده يعني عينك عليه لانه بياخد لون بسرعة جدا، فما ينفعش تسيبيه يغمق او ينشف منك.
يعني المدة كلها تقريبا حوالي ربع ساعة أو زيادة حاجة بسيطة، طبعا على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. وريحته هتقولك ان هو استوى، حرفيا ريحته بجد مش طبيعية، اللهم بارك، اخد لون ذهبي موحد، تسوية تحفة، شكله بجد يفتح النفس. اول طبعا ما يطلع من الفرن لازم تغطيه على طول بفوطة كده قطن تكون نظيفة. انا غطيته ولكن للأسف الجزء ده طار مني في المونتاج، وطبعا كل ما هيبرد شوية هتلاقيه يطرى وكمان هيكون هش معاكي اكتر. انا كان نفسي اوريكم شكله من جوه وانا بقطعه علشان تشوفوا قد ايه طري وهش وجميل، بس للأسف الجزء ده طبعا يعني غصب عني اتشال مني من المونتاج، فكنت زعلانة جدا. بس الحمد لله لقطت لكم كده كام صورة تبين شكله وتفاصيله الجميلة. جربيه بنفس الطريقة وهتحسي ان هو احلى من اي مخبوزات او معجنات بتعمليها او حتى بتشتريها من بره. وكالعادة مستنياكم ترجعوا تكتبوا لي على الطعم والريحة. وشكرا بجد من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعوة جميلة دعيتوها لي على فيديو الكيك. مبسوطة جدا جدا ان الفيديو عجبكم وحصل على نسبة مشاهدات عالية، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. وشكرا لكل حد جميل دعا لوالدتي بالرحمة ودعالي دعوة حلوة. ان شاء الله لكم بمثل ما دعيتولي وزيادة. ربنا يخليكم ليا ودايما اكون عند حسن ظنكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعيني بلايك حلو من قلبك، وكمان تشتركي معايا في القناة لو لسه ما اشتركتيش علشان توصلك كل فيديوهاتي وتشوفيني على طول. السلام عليكم.